هي في الوقت اللي الدول كامله رده البال مع المغرب في ميريكان مع المنتخب، ميريكان مشغوله مع المغرب في المغرب. واحد الريمونتادا دارها المغرب بالفوسفات على ميريكان. كيفاش البرا كيفاش انا نشرح لكم من الاخر شنو طرا. طبعا كلشي مشغول مع المنتخب، وهذا الخبر قليل اللي غيكون عارف، غير اللي مهتمين بهذا الشيء. ولكن خصك تعرف انا امين العوني، وهادو فيديوهات قصار ديال من الاخر كنجيب لك كل شيء من الاخر، ما تعذبش راسك. غنبداوها من اليابان وغندوزو لترامب. وزير الفلاحه ديال اليابان غيهز طيارته مع الوفد ديالو وغيهبط للجر في الصفر في المغرب. علاش ما مشاش يتفرج في المنتخب؟ طبعا كان بامكانه يهز الطياره ويمشي يتفرج في المنتخب ديالو، ولكن الطياره مشات للمغرب حيت ربما كاين شي حاجه اهم، الفوسفات. شي حاجه وقعت ياك ما جا باش يامن الوصول ديال بلادو للفوسفات ديال المغرب. نحبسوها، خلينا من اليابان. هذه واحد 5 سنين الميريكان بغات تفرض على المغرب اللي دخلتي تقلب في جوجل واحد الرسوم على تصدير الفوسفات الميريكان. وطبعا شركه امريكيه هي اللي كانت مور هذا الشيء، وكانت باغيه تقريبا يتفرض 70% ديال الرسوم على الفوسفات اللي كيجي من المغرب، لانها كانت كتشوف ان الفوسفات المغربي منافس ليها بزاف في امريكان. المهم سيدينا تدعاوي محكمه التجاره الدوليه، و5 سنين ديال طلع وهبط، والمحكمه حكمت لصالح لوسيبي. الصبر بلاتي ما ساليناش. نط الحرب في الشرق الاوسط، صد مضيق هرمز، المضيق اللي كيدوز منه الكبريت والامونياك اللي كتخدمهم الولايات المتحده الامريكيه باش تصنع الاسمده ديالها. نري على وحله حنا يلاه بفرضنا على المغرب الرسوم، المضيق تسد. اش غنديروا دابا؟ ناض ترامب بغى يفكر في واحد الفكره، غنخدموا واحد القانون ما خدمناهش السنين هادي، امريكان ما خدماتوش. المهم من قانون في عمره شي 96 عام تقريبا. بهذا القانون قدروا يصنفوا الماده ديال الفوسفات المغربي كماده اغاثه طارئه، يعني من يكون جاي من المغرب ويدخل لامريكان باش يتباع ما يخلص المغرب والو، حيت هذيك راه ماده اغاثه، وهذيك الماده متعلقه بالامن القومي ديال امريكان. الا ما دخلاتش راه مشكل الزراعه والروينه كحله غتنوض عندنا. الامن الزراعي ما تقدر لا تاكل لا توكل. شنو اللي واعر في هادشي؟ ترامب بالدهاء والذكاء ديالو في السوق وصل حتى لنهاية المطاف، ومجبر أخاك لا بطل. غادي يستعمل قانون 96 عام هذه ما خدمتوش ميريكان، ويحيد الرسوم ويدخل الفوسفات المغربي لميريكان. تقريبا واحد 8 شهور غادي يبقى يدخل، وهذا الشيء اللي كيتسمى القوة الناعمة. الغريب هو داك الشيء اللي كانوا كيفتخروا به حطوه في 2021، هذه 5 سنين من الرسوم وداك الشيء، وهكا غنفرضوا الرسوم بدخل عندنا والو. هو داك الشيء اللي كيفتخروا به اليوم، انهم حيدوا الرسوم على المغرب باش يدخل الفوسفات ديالو. شوف الازمه ديال الشرق الاوسط اللي العالم كله خايف منها، كان احد المستفيدين منها المغرب، لانه في الوقيته اللي تسدات مضيق هرمز الامريكان واليابان كانوا محتاجين هذاك الانتاج. جوج من بين اكبر الاقتصادات في العالم، راه ما كنهضروش على دول عاديه. ولا كانت اليابان وامريكان والمغرب دايرين خدمتهم مزيان بالكره في امريكان، راه دايرين خدمتهم بطريقه اخرى في حوايج اخرى حتى هي من بين هادشي. المهم احنا غنبقاو متبعين الطوارئ الغذائيه اللي كتستخدمها الدول الكبار، ونشوفوا شكون اللي غيربح في هذه اللعبه. طبعا باين شكون اللي رابح، المغرب.